السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السادس الابتدائي، الأخبار عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بإذن الله تعالى هنشتغل الرياضيات صف السادس الابتدائي. طب هنلم المنهج بإذن الله. أنا عاملة مراجعة على وحدة تمام؟ وإن شاء الله تعالى يوصل شرحي وتفهموه، بس ما تنساش تدوس لايك وتعمل اشتراك. يلا بينا نبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه النهارده مراجعه الوحده الاولى. طب هو العدد 135 يقبل القسم. قبل ما نفكر سنه ساعتها، اولها 135 احدها كام؟ احدها 5. احنا ماخدين في اول درس لو احده 5 او احده 0 مش بيقبل القسم غير على 5. يبقى من غير ما تبص على الاختيارات يقبل القسم على كام؟ على 5. العدد الذي جميع عوامله الاوليه 2 و2 و5 هو نقط. بعمل ايه في الحاله دي؟ يعني هو عدد وانا حللته طلع ب2 و2 و5. طب هعمل اضربهم في بعض عشان اديك نفس العدد اللي حللناه. 2 في 2 ب 4، 4 في 5 ب 20. يبقى من العدد ده ل 20 اهو. المضاعف المشترك الاصغر للعددين 15 و6 هو. قبل ما ابص على الاختيارات انا عايزه اركز برضه. الكبير 15، هل ال 15 مضاعف لل6؟ لو كان مضاعف ل6 كنت هاخد ال 15 اللي هو اصغر رقم قدامي. بس ال 15 مش مضاعف لل6، يعني مفيش حل غير ان انا احلل وادور على مين المضاعف المشترك. يلا كده بينا. اول حاجه اللهم صل على سيدنا محمد هو ال6 2 في 3. خلصت. لا اروح اكتب 6 تساوي 2 في 3. اهم معلومه ما ينفعش انساها سنه 6 ابتدائي. بعدين اكتب ال 15 كم في كام؟ 3 في 5. ليه نزلت الثلاثة هنا؟ نزلتها تحت الثلاثة بالظبط. طب أنا كده عملت غلطة، ما ينفعش ال5 ننزلها تحت الاثنين، كل رقم ينزل تحت الجنب. لو أنا عاوزة عين ميم ألف اللي هي العامل، مين قاعد هنا وقاعد هنا؟ طب لو عايزة ميم ألف نزل كل الجنب. في حالة ميم ألف أنزل كل الأرقام اللي عند 2 نزليها فيه 3. هي 3 اتفقنا طالما متكررة مرتين اكتبها كم مرة؟ مرة واحدة. 3 في 5. 2 في 3 في 6، 6 في 5 30. يبقى من المضاعف المشترك ال 30. المضاعف المشترك للعددين 4 و8. لحظة مش هحللها الدور ديت. هي ال 8 ينفع مضاعف 4؟ أيوه ينفع. يبقى من مشترك ال 8. طيب 5 12 زائد 18 بتساوي 6 في نقط زائد 3. لحظة. بصوا يا جماعة قال لي 6 في أو ما حطهاش ليه فيه؟ طالما 6 بينها وبين القوس لا في ولا زائد ولا ناقص ولا عدد يبقى هي فيه. يعني هو ممكن ما يحطهاش ليه، ممكن ما يحطهاش ليه. مش مستاهله ان انا افهمها او استصعبها. طالما ما حطهاش ليه يبقى مفيش زائد ولا ناقص ولا عدد يبقى هي فيه. يبقى 6 اخذ 6 عامل مشترك. يعني ايه لسه عامل مشترك؟ يعني يا سيدي دي 12 و 18 يقبل القسم على كام؟ على 6. تعالى ناخد 6 عامل مشترك. ادي 6. 12 على 6 في هذه 2. 18 على 6 فيها 3. 12 على 6 جبناها بكام؟ فيها 2. اول ما اشوفها من بره اعرف ان هو اخذها عامل مشترك وبقسم عليه. اذا كان A على 5 بتساوي 9. لحظه، انا في قاعده ثابته ماشيه عليها. الزائد ناقص والناقص زائد، العلى فيه الفي على. هنا على صح؟ انا بدور على ايه؟ نقلب على ايه؟ في. ازاي يعني؟ 5 في 9 45. طب ايه اللي اكد لي الكلام ده؟ 45 على 5 مش هتديك 9؟ مش هي 5 و5 في 9 كده 45؟ يعني انا لو جبت 45 قسمتها على 5 تديني كام؟ 9. ثبتها سنه اولى سته ابتدائي. على في والفي على كام كده؟ 5 على 9 كام؟ ايه بتساوي 5 في 9. قلبتيها ليه مس في؟ علشان العدد يتقلب في 5 في 9 ب 45. من الشكل ظن المقابل من احد المسائل. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. دايره اهو. دايرتين القطع يا جماعه. بصوا كده اهو. الخطأ كام؟ في 2 3. مين اللي اتقطع؟ عين ميم الف. عين ميم الف يعني المعامل. مين اللي قاعد هنا وقاعد هنا؟ من 2 و 3. ما ينفعش اقول له 2 و 3 اضربهم. 2 في 3 ب 6 اهو. يبقى اقول له المعامل 2 في 3 ب 6. وهنقول له لسه نكتب 6 اقدر اقول لك صح بس انا بشرح له. جبت 6 ازاي؟ 8 14 زائد 21 بتساوي 7. 7 اهو. جاي من فوق يا جماعه برضه عامل مشترك. اخذ عامل مشترك. 14 على 7 هسيبكم
على السبع فيها كام؟ يعني 7 في كام؟ 221. 7 في 3. طب 7 في كام؟ 214. طب شغل جانب 2. شكرا. العدد نقط يقبل الجسم على 6. طب هو ايه اللي يقبل الجسم على 6؟ لو أحد زوجي؟ أيوه تمام، لو أحد زوجي. أو إيه تاني؟ أو مجموع، الرقم كبير مجموعه بيقبل الجسم على 3. تعالوا نشوف. أحد زوجي. طب 5 0 و5 5. 5 زائد 3 8. ما يقبلش الجسم على 3 على 6. تعمل إيه بس؟ أنا بجمع. وقال لو مجموع الرقم بيقبل الجسم على 3 يبقى بيقبل الجسم على كام؟ على 6. 2 زائد 7 أحد زوجي تمام. 2 و7 9. 9 و3 12. مش هكمل أهو. مش عايز أتعلم. يبقى 12 بيبقى الجسم على 3 وبالتالي بيبقى الجسم على كام؟ على 6. 372. خلصنا ولا ما خلصناش؟ بيقول لي اوجد عين م ألف للعددين 6 16 و20. احنا اتفقنا اول ما يقول لي جيب كل واحده منفرده نعمل الشجره بتاعتنا. مش المساله دي ازاي؟ نقول له 16 كام في كام؟ 4 في 4 ماشي. 2 في 3 2 في 8 تمام. 16 في 1 ماشي. بس هتاخدي كده خد 4 في 4. ادي 4 وادي 4. 2 في 2 شكرا. الاربعه دي 2 في 2 20. 4 في 5 تديني كام؟ 20. والاربعه لسه موزعاها 2 في 2 5 مالهاش توزيع. اهم حاجه لازم نتعلمها اللي هي ال 16 بنزلها كام؟ بصوا اللي طلع من الشجره ماليش دعوه هي سنه اولى ولا سنه سته باللي في الشجره من جوه اللي هي الارقام اللي طلعت ما فيهاش حاجه ناقصه. 2 في 2 في 2 في 2. بصوا نزلت كام؟ 1 2 3 4 1 2 3 4 نزلت العدد بتاع 16. طيب ايه ال 20؟ 1 2 2 و5 انا هاخد الاثنين هنا مع الاثنين دي في هاخد 5 في الاخر ما ينفعش تبقى هنا. هو اوجد عين م ألف انا هكلم وأعلم الاثنين سنه اولى على 6 ابتدائي. من قاعد هنا وهنا الاثنين انزل. من هنا وهنا برضه الاثنين مره واحده بتنزل. في تاني 2 في مشترك؟ لا 2 في 2 ب4. يبقى لو عاوز عين م ألف من المشترك الاربعه. لا انا عاوزه المضاعف. نضاعف المشترك الاصغر ليس برضه الاثنين مشترك ننزلها مره واحده. 2 برضه اتكررت مره واحده. ما اتكررتش يا مس نزلها هي. ما اتكررتش نزل الخمسه مش معانا في المجموع. احنا اتفقنا ان 2 في 2 ب4 4 في 5 ب 20 20 في 4 ب 80. ولاحظ هنوقف الفيديو وهنعمل ايه ونمسح ونكتب لكم بقى المراجعه. ومكملين يا سنه 6 ان شاء الله مراجعه الوحده بالكل. يلا بينا. اللهم صل على سيدنا محمد. ما تنساش بفكرك اهو دوس لايك تعمل اشتراك. اصغر مقام مشترك العددين 2 على 3 و3 على 6. اول حاجه المقام يا جماعه من تحت هنا الوسط وهنا المقام. احنا اتفقنا لو الستة يضاعف الثلاثة مش بدور ومش بحاول ادور اصلا. طيب الثلاثة ضعفها 6 ايوه كمان اصغر مقام مشترك العددين اقول له 6 لان الثلاثة ينفع تبقى 6 ايوه 3 في 2 6 وفرت عليه الطريق كله. المضاعف المشترك العددين 2 و3. هنعمل ايه في الحالة دي؟ ايه المضاعف المشترك؟ هنحلل هو مفيهوش تحليل طبيعي اضرب 2 في 3 ب 6 العدد 805. اتعمدت يا جماعه ما حطيتش لكم اختيارات. ليه بس؟ لان 805 احنا اتفقنا لسه في اول ما بدانا الفيديو الخمسه اللهم صل على سيدنا محمد احد وخمسه احد وصفر بيقبل الجسم على كام؟ بيقبل الجسم على 5 ودي مبسطه جدا. احد وخمسه بيقبل الجسم على كام؟ على 5. هنا برضه المقامات موحد شكرا بيقول لك اجمع. طب انا علشان اجمع 1 1 2 نزل 5 زي ما هي 2 3 5. لحظه كده يا مس لحظه بقت كام هنا شايفينها؟ 5 على 5. 5 على 5 فيها كام؟ فيها الواحد وانا معايا 2 بقت 3. فين الثلاثه؟ شفتوا جمعتها ازاي؟ 1 زائد 1 2. بعدين عملت شرط كسر نزلت 5 زي ما هي في المقام. 2 زائد 3 تجيب تجمع على طول. ان هو المقامات موحده يا رب تجيبوا مساله زي دي. ان المساله جميله جدا. 5 نزلها زي ما هي 2 3 5. 5 على 5 فيها الواحد ومعايا 2 يبقوا 3. جميع الاعداد التي تقبل القسمه على 2 و5 معا تقبل ايضا العدد 2 و5. تقبل على 5 طب انا 5 عندي. تقبل على 6 لا.
هو الاثنين والخمسة أحد وصفر. أحد وخمسة، لا يا مس الاثنين مينفعش أحد وخمسة. يبقى أنا كده هنختار أحد وصفر. طب 6 أحد وزوجي ماشي، أو يجي بالك اسمها الثلاثة مالناش دعوة بالاثنين والخمسة. ضرب الأربعة مش هتيجي معانا أصلا. هتقولي أولى دي لازم يكون في رقمين أول أحد عشرة بصفرين تمشي على تقبل الاسم على 5 الاثنين على 5، لا ال10 ما تمشي معاهم. العدد الذي جميع عوامله الأولية 2 3 و5. إيه العدد جميع عوامله الأولية 2 3 و5؟ فكر كده فكر أنا هستناك تفكر. واخدينها في الفيديو الأولاني. من 3 6 6 في 5 30. قلت ايه مس؟ ضربت 2 في 3 في 5 2 في 3 في 6 6 في 5 30. 35 زائد 42 بتساوي 7 في نقط زائد 6. وبيقول لك خدي السبعة اهو تاني، اهو 7 فيه محطش زائد محطش زائد محطش ناقص محطش على يبقى فيه، محطش فيه انا عارفه الحاجة اللي فيه مش محتاجة. خدها عامل مشترك. شوف 7 في كام تديك 42 7 في 6. طب 7 في كام تديك 35 7 في 5. العدد نقط يقبل القسمة على 2 و5 و10. أعمل إيه؟ اضربهم. طب لحظة بص كده 2 في 5 ب 10 10 في 10 ب 100. معيش الرقم ده هنا في الاختيارات. محتاج نشوف مين يقبل عليهم كلهم. ال8 تقبل على 2 بس ما تقبلش على 5 وال10. ال25 تقبل على 2 بس ما تقبلش على 5 وال10. لا تقبل على ال5 سوري ما تقبلش على 2 ولا ال10. ال40 تقبل على 2 تقبل على 5 وتقبل على 10. عين ميم ألف العددين 8 و10. احنا اتفقنا ما بقدرش احل ده لما اجيب 8 وادي ال10 وحل. كم في كام؟ 2 في 4. هنا 2 في 2 ال10 2 في 5. رقم 8 بتساوي 2 في 2 في 2 وال10 2 في 5. مين كان هنا بعدين يا جماعه الاثنين؟ مفيش غير. يبقى مين العامل المشترك؟ اقول له الاثنين. وعايز عامل مشترك؟ وفي غلطه اكيد في السؤال. هو 8 وال10. لحظه بس كده معانا. الاثنين في الاخر هو في غلطه في السؤال. يبقى مين العامل المشترك؟ 2. عملتها ازاي بس؟ حليتها. مين العامل المشترك؟ الاثنين. عملت ازاي؟ 2 2 2 و2 نزلتهم زي ما هما 8 بتساوي 2 في 2 في 2 من 2 و5 2 في 5 بس ما ننزلش ال5 تحت اي رقم. من المشترك هنا الاثنين يبقى نزل مين؟ الاثنين. كده المساله خلصت. طيب تعالوا نخش على المسائل النقليه. اللهم صل على سيدنا محمد. لسه شي سنه 6 دوس لايك واعمل اشتراك. اوجد عين ميم الف ميم الف العدد ده. هقول له الحل. ادي 20 ودي 40. كم في كم بتديك 20؟ 2 في 10. كم في كم بتديك 40؟ 4 في 10. خلصت؟ وال10 2 في 5 والأربعة 2 في 2. لو كده يا جماعة عشان نقفل حاجة. ال10 2 في 5. ال20 زي ما بصوا كده أرقام طلعت بره السهم. مالناش دعوة بتكمل الأسهم اللي في آخر السهم. 2 في 2 في 5. ادي ال40 2 في 2 5 اهو منزلين. فاضل 2 حطيه. المسألة بالنهاية عشان ما ننساهاش. عين ميم ألف. مين قاعد
2 وال2 تاني اهو وال5 شكرا. طب هنا مش هاخدها، هنا في 2 ب4، 4 في 5 ب20 المضاعف المشترك الأصغر. نزلهم كله 2 في 2 في 5 في 2. أنا بحب 2 في 20 ب40. يبقى كده احنا عرفنا مين العامل ومين المضاعف. طيب خلصنا يا سنة 6 والله أبدا. ده أنا محضرات له زي ما تقول كده أهو الوحدة الأولى كلها. الشرح بعودها كل حاجة إن شاء الله هتحبوها. اللهم صل على سيدنا محمد ومكملين باسم. لحظة كده هنكمل بقى الشرح. اللهم صل على سيدنا. مكملين يا سنة 6 باقي المراجعة. لدى محمد 12 قلم و18 مسطرة. عايز اوزعهم على اصحابه. محمد معاه 12 قلم و18 مسطرة، بس كل واحد من اصحابه مثلا هوزعهم على 4 من اصحابه مثلا. الأربعة لازم كل واحد ياخد نفس العدد من المساطر والأقلام، مش عاوز حد يزعل. طب نعمل ايه يا استاذ محمد عشان نرضي اصحابه؟ بص محمد معاه أقلام، معاه مساطر، عم الحاج محمد معاه سكر، معاه زيت، مفيش غير حل واحد بنمشي فيه. يعني ايه ده؟ ايه السكر والزيت؟ ايوه حاج محمد جايب سكر وزيت عايز يوزعهم على الناس. بس الكرتونه زي ما تشيل سكر كل كرتونه بتشيل نفس العدد من السكر والزيت. يعني ايه؟ يعني معي 6 كراتين، كل كرتونه هتشيل 3 كيلو سكر 2 كيلو زيت 3 كيلو سكر جزازتين زيت. الكرتونه الثانيه برضه 3 كيلو سكر 2 جزازتين زيت. كله نفس الكراتين تشيل نفس العدد. الأقلام برضو مع محمد والمصادر كل واحد من أصحابه ياخد مسطرتين، التاني ياخد برضو مسطرتين. يلا ممكن مسطرتين وقلم؟ أيوه ممكن مسطرتين وقلم عادي خالص. ممكن 3 مصادر وقلمين تمام. المهم مفيش حد يزعل، كله ياخد زي التاني. الحالة دي ولا بنزعل محمد ولا بنزعل الحاج محمد لو عايز يوزع. تعمل ايه؟ بحلل. انت ماخد ايه سنة 6 أصلا غير التحليل؟ يلا كده انت توكل على الله. اللهم صل على سيدنا محمد. لازم محمد 12 كده ونقول له الحل 12 هنا نعمل تحليل 2 في 6 و18 3 في 6. طب 6 خلصت؟ لا 2 في 3 وهنا برضه 2 في 3. أدور على عين ميم ألف. إيه عين ميم ألف؟ يعني مين المعامل اللي قاعد هنا وقاعد هنا؟ مش هينفع أجيبه غير بالحل ده. 12 كام في كام؟ 2 في 2 في 3. ممتاز. طب ال 18 3. حل غلط صح. حط الاثنين تحتيه. مفيش 2 تاني شرطة. في 3 في 3. مين اللي قاعد هنا؟ الاثنين. طب هنا تاني 3. 2 في 3 ب6. يعني كده مين العامل بتاعي؟ ال6. راح اقول له ادي 12 وادي 18 تساوي 6 في أول حاجة هم 6 أشخاص. يعني 6 من أصحاب محمد هياخدوا إيه؟ هياخدوا أقلام مساطير بس، لكن كل واحد هياخد كام قلم؟ هنشوف. 18 على 6 فيها 3 و12 على 6 فيها 2. يبقى التوزيع مع الأصدقاء. محمد يوزع على 6 أصدقاء. تمام؟ هام صديق 6 بحيث يحصل كل صديق على 3 مصادر وقلمين. صعبة؟ جبت 12 زائد 18 عرفت مين اللي هاخده عامل مشترك. جبتيه العامل المشترك بالتحليل يا مس. طيب واحد هياخد 3 وواحد هياخد 2. ترى كل واحد هياخد 3 مصادر وقلمين. طيب الحاج محمد هيوزع يعمل العامل المشترك وبعدين يحلل. مفيش أي اعمل حل يصير بعد العامل المشترك وبعدين نعمل طريقة التوزيع ويعرف كل كرتونة هيوزع فيها الحاج محمد هتوزع فيها كام. ما اعتقدش ان المسائل دي صعبة خالص. احنا متعلمين التحليل واسهل ما يكون. انت لو وصلت لا كان واحد من اصحابك بيعرف توصل للباقي. ان شاء الله توصل ان شاء الله تفهم. بنكمل سنة 6. قولي الناتج. يا نهاري هنا 3 من 4. المفهومات مش موحدة.
مرة ينفع تبقى 3 ينفع تبقى 4؟ لا. 3 في 1 ب3، 3 في 2 ب6، ما ينفعش تبقى 4. طب ايه اللي هعمله؟ تعالوا نشوف. انا ال3 دي معايا ازاي؟ اهي. هنا بضرب في 3 بسط مقام، وهنا بضرب في 3 بسط مقام، كله 3 في 4 في 4، وهنا 1 في 4. 200 على 200 بس انا بضرب في ال4 بسط ومقام زائد. الواحد تنزل زي ب. ال4 اضربها في كام؟ في 3. بس لو ركزتوا اعملها خط صغير جدا. ال3 زي ما هي 3 في 4 ب 12، بعدين بمسحها 1 في 4 ب4 زائد 1. 4 في 3 ب 12، وامسح 3 على طول. 1 في 3 طب امسحها اكتبها ليه ولا بمسحها؟ يا ستي ما انت انا عايزه افهمك برضه مش هتستوعب. ان انا عاوزه ان ال3 تبقى قد ال4. طب ايه الحل؟ نضربهم في بعض. 3 في 4 ب 12، فزي ما هضرب فوق بضرب تحت بالمسألتين بضرب بعض. لان هضرب في 4 وهضرب في 3، فمش من الصح ان انا اخليها. لو عايز تخليها اعملها بقلم رصاص بخط صغير جدا. نزل 3 زائد 1 4 تساوي. سوري مش تساوي. 3 جمعت 3 مع الواحد. وهنا ال 12. 4 حتى ال 12 عامل مشترك خلاص. 4 و3 7. بقت 4 و7 على 12. أنا عندي شكل فار. إيه شكل الفار ده؟ دايرتين. دي A ودي بص كده. أدي العوامل بتاعتي يا جماعة. لما يقول لك حتى أنا عندي العوامل، مين عندي العوامل؟ بقول له 3 و7. 3 في 7. 3 في كام؟ 3 في 7 كام؟ ب 21. أدي B. اهو. من عواملها ال5 وال7؟ لا. 5 في 7. 5 في 7 35. من المشترك؟ مين قاعدين وقاعدين اهو في النص اهو، محشور في الزور اهو، ال7. بس كده يا سنه 6 نبقى خلصنا الوحده معاكم، الوحده الاولى، واتمنى من الله عز وجل ان انتم تكونوا فهمتوها، واي مساله واي حاجه مش مفهومه اكتبوها لنا في التعليق، وان شاء الله تعالى مكملين معاكم باقي الوحدات كلها. اي حاجه مش مفهومه سنه 6 بقول تاني اهو اكتبوها، وان شاء الله تعالى ايه هشرحها باذن الله تعالى. ولو محتاجين ورق او اي حاجه برضه اكتبوا لي، وانا انزل لكم المذكرات مهلوله على جروب الواتساب. يلا السلام عليكم، نقول باي.